السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات الأساسية في الحلويات أو الكيكات. هنعمل صوص شوكولاتة حلو جدا قابل للدهن، ينفع نزين بيه الكيكات والتورت والمعجنات والدوناتس أو سندوتشات. الصوص ده طعمه حلو قوي، أحسن من الجاهز، بدون دهون أو زيت أو زبدة، بمكونات أعتقد في كل بيت. هنقول بسم الله ونبدأ بأول مكون. احنا محتاجين معانا الخلاط او الكبة على حسب الموجود عندكم. هناخد نص كوباية من اللبن، وهناخد كوباية من السكر البودر. السكر البودر هو اللي هيخلي قوامها كريمي. بعد كده هننزل بكوباية من لبن البودر، ونبدأ ان احنا نضربهم كويس جدا، كل حاجة تندمج مع بعض. وبعد كده هنزل بكوباية من الكاكاو الخام. الكوبايه دي كاكاو خام مش محلى، لو انت عايزاه مسكر قللي السكر البودر وانت بتحطي عشان ما تبقاش مسكره قوي، على حسب الحاجه اللي انت هتعمليها. هنضربهم كويس جدا مع بعض، وهنشوف القوام بتاعها عامل ازاي دلوقتي. لو القوام بتاعها تقيل قوي وحساه جامد، لان لسه هتحطيه في التلاجة ويتقل، بمعلقتين من اللبن وهتبدأي ان انت تحطيهم هيفك معاكي خالص. وبكده انا خلصت الصوص بتاعي. لو عايزه تحطي قطعه زبده تقدري تحطي، لو عايزه معلقتين زيت تقدري تحطي، ممكن تحطي اي نكهات عليه، ممكن نكهه فانيليا. لو حابين تعلوا الطعم بتاع الشوكولاته شويه تقدروا ان انتم تحطوا معلقتين من القشطه لو متوفر عندكم، بيخلي الصوص الشوكولاته في حته تانية. في الوقت ده بتحسي ان هو احلى من الجاهز بكتير. طبعا الصوص ده احلى من الجاهز بكتير، لان الحاجات اللي بنشتريها من بره بتبقى مهدرجة ومليانة سمنة وزيوت، فكده اضمن بكتير لينا ولاطفالنا. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. سلام عليكم.